تجربي كده وتغيري وتجيبي الكيس ده ب5 جنيه وتحطي فيه كل الخضار بتاعك اللي انت عايزاه، علشان ولا تسلقيه ولا تحمريه. وعايزه اقول لكم هتطلع النتيجه فيه خطيره، مش هتصدقوا اللي هتشوفوه. بجد حاجه حلوه جدا وطعمها خطير. يلا بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا. بس ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اول حاجه معانا خضار كده مشكل، طماطم وبطاطس وبصل وكمان جزر. وجبت حوالي 1.4 كيلو كده من اللحمه، ودي لحمه ضاني وتقدري تستخدمي لحمه كندوز لو عندك. هحطهم كده على جنب واجيب بقى الكيس الحراري ده زي ما انتم شايفين. الكيس ده هيوفر عليكي كتير وهيطلع لك بجد لحمه طعمها حلو جدا جدا وخطيره قوي. هحط بقى كده اللحمه بتاعتنا بالشكل ده في قلب الكيس، وهبتدي احط بقى الخضار بتاعنا. هنا جبت بطاطس كده صغيره وابتديت اغسلها وحطيتها بقشرها علشان تبتدي ان هي ما تتهريش معايا اثناء طبعا عمليه التسويه. وهحط بقى كمان جزرتين بس اقطعهم كده بالشكل ده، يكونوا برضو كبار، عشان لو قطعناهم صغير هياخدوا تسويه، هيبقوا دايبين معايا او هيبقوا مهريين معايا وانا مش عايزاهم يتهروا. هقطع برضو الطماطم والبصل كده انصاف زي ما حضراتكم شايفين. لو عندك بقى بسله ممكن تحطي، لو عندك كمان فاصوليا تقدري تحطي زي ما انت عايزه. الخضار ده يرجع لك انت، ولو ما بتحبوش مثلا الجزر او البطاطس تقدروا تشيلوها، بس انا عايزه اقول لكم الجزر بيدي طعم حلو قوي هو والبطاطس بعد التسويه. هنزل بقى بنص معلقه من الفلفل الاسود وكمان معلقه صغيره من الملح، وهنزل كمان بورق لورا وحبهان. والملح ممكن نحط تاني بعد عمليه التسويه لو طلع الملح حسينا ان هو مش مظبوط. هنزل كمان كده بنص معلقه صغيره من بهارات اللحمه، وتقدري بقى لو حابه تضيفي اي توابل انت حباها لو عايزه. وهحط بقى زيت حوالي كده معلقتين كده صغيرين من الزيت، ما تكتروش بقى زيت عشان اللحمه كمان هتنزل الدهون اللي فيها. وهنزل كمان بنص كوبايه كده من الميه على اللحمه والخضار بتاعنا. وعايزه اقول لكم ان اللحمه والخضار هينزلوا برضو السوائل اللي فيهم. هقلبهم كويس جدا بالشكل ده علشان بقى كله يتبهر ويتبل كده بالتوابل اللي احنا حطيناها. هبتدي بقى دلوقتي اقفل الكيس بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. التقفيله دي هي بتيجي معايا، يعني مش عارفه الورقه دي كده هي بتبقى جايه مع الكيس نفسه، هي بنقفل بيها. هجيب بقى صينيه وابتدي احط كده الكيس بتاعنا كده في قلب الصينيه، وهبتدي ان انا اعمل لها كده فتحات عشان احنا لما هندخله الفرن المفروض لو ما عملناش فتحات الكيس كده بينتفخ وممكن يفرقع في وشنا لا قدر الله. هبتدي بقى دلوقتي احط كده املى كده نص الصينيه ميه تكون سخنه من تحت، وهبتدي ادخلها الفرن على درجه حراره عاليه. هتقعد معانا بالظبط ساعة ونص على الرف اللي تحت، وهبتدي ان انا ادخلها زي ما حضراتكم كده شايفين. يلا بقى يا امارات، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو. تعملوش لايك وشير للفيديو هتشوفوا بقى معايا شكلها عامل ازاي. جبت بقى المقص وكانت سخنه جدا، وخلوا بالكم ان الكيس نفسه بيبقى سخن جدا جدا عشان لا قدر الله ما حدش برضو يتلسع. فضيتها بقى كده، بصوا ريحتها فظيعه يا جماعه فظيعه، واللحمه بقى دايبه ومستويه بجد خطيره. عملت بقى كده جنبيها شويه رز كده ومع طبق كده مخلل، بصوا روعه حكايه. واللحمه بقى كده يعني قلت بقى رصها واشير بقى ورقه اللورة عشان عندي ما يحبوش ورق اللورة كده يبقى ظاهر في الاكل. اتفرجوا بقى معايا على اللحمه وجمالها، وبصوا مستويه بقى خطيره، ما خدتش وقت كتير. طبعا انا لو مش حطاها في الكيس الحراري هتقعد اكتر من كده طالما في الفرن. بصوا بقى والبطاطس تحفه بجد، بالف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير بجد. جربوها هتعجبكم جدا جدا وطعمها بجد خطير. طبق حلو قوي كمان ينفع في العزومات.